القنادس كانوا بيبنوا سد ضخم علشان يواجهوا الفيضان اللي جاي، وعلشان ينجزوا أسرع القنادس الكبار قطعوا شجرة عملاقة بأسنانهم القوية، لكن القندس الصغير كان واقف يتفرج وحاسس إنه عايز يثبت نفسه. في البداية جرب يستخدم فأس، أول ما ضرب على الشجرة لقاها ما اتحركتش خالص غير النصل بنصل جديد، لكنه كان حاد جدا فطار من إيده واختفى. وهو بيحاول من جديد بالغلط قطع عمود تليفون وسبب مشكلة، فاضطر يرجع الفأس لزميله وهو متضايق. العمل في السد كان ماشي بسرعة، لكن القندس الصغير لسه مصمم يثبت إنه مفيد. جرب يقطع شجرة أكبر وأضخم، لكن النتيجة إن الفأس نفسه اتكسر نصين. بعدها جاب صناديق متفجرات وفجرها تحت الشجرة، ومع ذلك الشجرة الكبيرة فضلت واقفة وما تأثرتش. وفي اللحظة دي بالذات غراب جه بخبر خطير: الفيضان هيضرب بعد 3 دقايق. القنادس اشتغلوا بجنون علشان يخلصوا السد. القندس الصغير فكر بسرعة وطلع الحل من عنده: النمل الأبيض اللي مربيه. وبالفعل النمل بدأ ينهش في جذع الشجرة العملاقة لحد ما وقعها نصين. القندس شال الشجرة ونط من فوق الجبل واستعملها كمظلة لحد ما نزل بأمان، لكن قبل ما يلتقط أنفاسه كان الفيضان جاي بقوة زي وحش كاسر. القندس الصغير جري بأقصى سرعة وهو شايل الشجرة، والسد كان ناقصه آخر قطعة خشب علشان يكتمل. وفي اللحظة الحرجة ومع اندفاع المية نط القندس الصغير من فوق وحط الشجرة في مكانها الصحيح. المية توقفت، السد صمد، والقبيلة كلها شافته بطل اللي أنقذهم في آخر ثانية.